السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل بقى حبة كده حلويات باللية طعمها تحفة، باعملها بنفس طريقة المصمت، لو جربتيها هتحلفي إن عمرك ما كلتِ حلويات بالطعامة دي. كمان هاعمل معاها حبة طحينة طعمهم حلو أوي، وأحلى طحينة بقى هتجربيها اللي بتبقى بدقة الكبدة. هنحضّرها مع بعض وبنفس الدقة وبنفس الخلطة، هنعمل بيها بتنجان مقلي حلو أوي، هيبقى جنب الأكلة دي طعمه حلو. يالّا نسمّي بالله ونشوف عملت إيه. أنا معايا هنا قطعة كده من القلب، باقطّعها عريض زي ما شُفتِ كده، وبعدين باقطّع كل طرنشات من دي لslice رفيّعة خالص زي الكبدة الإسكندراني بالضبط. برضه هاقطّع القلب والكلاوي بنفس الطريقة، والكبدة كمان، بس أهم حاجة في الكبدة إنِّك لازم تقشّري من عليها الطبقة اللي بتبقى فوق ديّة عشان ما تشدّش وتجلِّد منِّك. باقطّعها برضه طرنشات عريضة، بعد كده باقطّعها رفيّعة خالص زي ما شُفتِ زي الكبدة العصافيري. قطّعت بقى كل الكمية اللي معايا. كمان معايا قطعة كده من الليّة، معايا كمان قطعة من الليّة الضاني وقطعة من بيت الكلاوي قطّعتهم. كنت في الوقت ده حاطّة حلة على النار، حطّيت فيها الفشة غليت غلوتين شِلتها من المَيّة دي واتخلّصت من المَيّة تمامًا. حلة تانية نضيفة وفيها مَيّة نضيفة بتغلي، حطّيت فيها بقى الفشة وحطّيت فيها البصل وورق اللوري، حبّهان وفلفل، وغطّيت عليها لحد ما تستوي. وتعالي نعمل أحلى دقة للكبدة، والدقة دي باستخدمها في حاجات كتير جدًا هاقول لِك عليها وإحنا شغالين. حطّيت راسين كده من التوم، 4، 5 قرون من الفلفل الأخضر والأحمر، معايا كمان هريسة شطة، حطّيت معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة ونُص معلقة صغيرة من الشطة. كمان حطّيت الملح بتاعي، وحطّيت 4 ليمونات، عصير 4 ليمونات وربع كوباية من الخل، وخدت التتبيلة الحلوة دي بقى ضربتها كويس جدًا في الكبة. باجيب برطمان نضيف ومتعقم وباحطها فيه، باحطها بقى في الفريزر وبتبقى جاهزة معايا باستخدمها في حاجات كتير كتير جدًا. باعمل بيها صينية زي دي، باحمّر فيها البتنجان واحط على وشه سواء بتنجان كمان البابا غنوج. بُصّي فتحت البتنجان ده كان عندي كام واحدة كده، فتحتهم بس ما توصليش للآخر، وهاحمّرهم وهاحشيهم برضه من نفس الدقة. جبت بقى صينية على النار حطيت فيها حبة من الزيت كده، وحطيت قطع اللية وبيت الكلاوي، وبعدين حطيت مغرفة كبيرة كده أو معلقتين كبار من التتبيلة اللي عملناها، شوحتهم دقيقة واحدة، ونزلت بقى بالكلاوي والقلوب لإن هي بتاخد سوا أكتر. مش هاجي ناحيتها ولا أقلبها غير أمّا تغيّر لون من تحت. ابتديت أقلبها كده وهاغطيها واسيبها تغلي غلوتين 3 كده مع بعض قبل ما أنزل بالكبدة. هنا حطيت حبة زيت كده وحمّرت البتنجان جنبي. هابتدي بقى أكشف على الكلاوي والقلوب بتاعتي وهادّيهم تقليبة كده وهاوسّع كده وهانزل بالكبدة، ومش هاجي ناحية الكبدة ولا أقلبها خالص غير لمّا تغيّر لون من تحت. أبتدي بعد كده أقلبها، يعني لمّا تتشمّع من تحت تبتدي تقلبيها عشان ما تتهريش منِّك وتفقد السوائل بتاعتها وتبقى ناشفة. كده بتضمني إن الحاجة بتاعتِك بتستوي سِوا مضبوط، وفي نفس الوقت بتبقى طرية وحلوة من جوّه. ضِفت بقى معلقتين كده من الدقة وعليها بصلاية متقطعة جوليان، وابتديت أحمّر البصل دوّة وأشوّحه كده، وأشوّح بقى الكبدة مع التتبيلة. شوّحت كلّه كويس جدًا وغطيت عليها وسِبتها. كانت الفِشّة عندي استوت، طلّعتها قطّعتها بنفس الطريقة اللي أنتِ شايفاها كده، برضه شرايح عريضة كده، وبعدين بابتدي أقطّعها شرايح طولية زي ما أنتِ شايفة. هاخدها بقى وأحمّرها مع باقي الحاجة اللي عندي. هنا الفِشّة مستوية وريحتها تحفة ما فيهاش ريحة زفارة، وده بسبب خطوة المَيّة الأولانية اللي حطيناها فيها ورميناها، وبعد كده تغليها في مَيّة نضيفة، يعني ما تغليهاش وتسويها في نفس المَيّة، ودي خطوة مهمة جدًا لازم تاخدي بالِك منها. ضفتها بقى على باقي المكونات وسِبتها بقى تكمّل سِوَى. هنا كنت حشيت البتنجان بنفس تتبيلة الكبدة، وأنا كنت سايبة في الكبة معلقة كده من تتبيلة الكبدة، حطيت عليها نُص كوباية من الطحينة، معلقتين من الزبادي ومعلقة خل وضبطت الملح بتاعي، حبة مَيّة صغيرين وضربتهم في الكبة، وكلي أحلى طحينة اللي بتتعمل بابريكا أو الشطة زي ما تحبي. كده بقى الطحينة والبتنجان جهزوا معايا. رجعت تاني للكبدة بتاعتي أو الحلويات بتاعتي، صينية الحلويات. ضفت لها بقى فلفل ألوان أخضر، أحمر، أصفر، فلفل حامي اللي عندِك والموجود حطيه، واللي تحبيه في الفلفل حطيه. جيت في الآخر بقى كده بعد الفلفل ضفت معلقتين كبار من التتبيلة معلقتين التتبيلة اللي بييجوا في الآخر دول، وبيبقى طبعًا فيها هريسة الشطة، بتبقى بتقلب الريحة حرفيًا. الريحة حرفيًا بتقلب الشارع. أنتِ هتلاقيهم واقفين عليكِ. الخطوة دي بقى مش أساسية بس بالنسبة لي مهمة جدًا، إن أنا باجيب العيش بيبقى طعمه حلو أوي أمّا بتعمليه كده تغمسيه في الصوص اللي نزل من الكبدة دوّة،